فهد يا سيد الناس والرجالة، عهد عليا يا بطل، دمك في رقبتي حتى لو لآخر يوم في عمري، يحرم عليا الفرح طول عمري إلا لما أخد حقك تغور الحياة باللي فيها. طارق هو شغلي الشاغل ورحمتك يا أبو بنتي وغلاوتك، لا أشرب من دم اللي عمل كده وريحك في تربتك، بس أعرفه هدفع التمن غالي. منصور ما رجعش لحد دلوقتي يا عمده، قلت لك ما تبعتش منصور لوحده، الحاجات دي فيها جن وعفاريت وهو مش قد البلاوي دي. منصور ما هو الصغير، منصور لو وديت الجبل في نص الليل ما تخافيش عليه. المقابر دي ما بيجيش من وراها غير المصايب. مصايب ايه؟ ده رزق من عند ربنا، ان شاء الله ربنا هيكرمنا من ورا المقبره دي. كل مره ما تقول كده وفي الاخر ما تطلع المقبره منهوبه ما فيهاش حاجه. ان شاء الله المقبره دي انا حاسس ان هيكون فيها كنز وذهب. بس ما تنساش ان كل اللي حاولوا في الحاجات دي يا في السجن يا في التراب. يا وليه ما تخافيش، منصور لو لقى حاجه هيجي يبلغني. بس انا قلبي مش مرتاح من ساعه ما بعته. ما تخافيش يا ام منصور، احنا رجاله ومحدش يغلبنا، بعدين المقبره لو طلع فيها خير هتكون انت اول واحده تلبس الذهب بالكيلو. يبقى على كده خلي منصور يجيب الذهب بسرعه يا عمده، لحسن مرات اخوه كل سنه تغير الذهب بتاعها، وانا يحزن عليا مرات العمده اما غيره كل سنه مره. انا ما جمعتكمش النهارده عشان افرض رايي عليكم، ولا دي قاعده فض مجالس. اللي انا عايز اقوله لكم اللي كلاتنا بنحب بلدنا وبنخاف عليها، اصغرنا قبل كبيرنا، والحب فعل مش قول وخلاص. وانا عايزكم كلاتكم تتكلموا بكل حريه على اللي بيحصل في البلد والطار اللي فيها. احنا ممكن نخلق من بلدنا بلد تستاهل كلاتنا نفتخر بيها، بس لو فكرنا بعقلنا حتى لو دقيقه واحده بس وننسى الطار والدم اللي ملاتوا عقول الشباب بيه، بدل ما تفكروا كيف تعلموا الشباب ياخدوا بطارهم بيدهم، علمهم كيف يقروا ويكتبوا. بدل ما انتوا تعلموهم يمسكوا السلاح كيف، اعملوا لهم مكتبات يتعلموا يقروا فيها. ما تعملناش البحر طحينه وحياة ابوك. حد يكره مصلحة ولاده وبلده يا مهدي؟ بالقانون تقدر تجيب الحق لاصحابه. يا سلام، جبت التايه انت. ما بالطار برضه ونقدر نجيب حقنا اللي رايح. القانون ده اتعمل للضعفاء والمتعلمين اللي زي حالاتك، لكن العافي محدش يقدر ياكل لقمته. الإعلام والتعليم أقوى من أي دراع، بلدنا كلها لازم تتعلم، حريمها قبل رجالتها. كمان الحريم عايزها تتعلم وعيارها يفلت. ده انت عايز تخرب البلد بالتعليم بتاعك انت ده. بالتعليم ننمي الثروة الحيوانية ونكبرها، مزارعنا تكبر واخطارنا، وبالتعليم نقدر نحارب المرض والجهل والفقر. احنا حلوين كده، زنين قوي، حد شكالك منينا؟ اسمع كلامي الأول وبعدين قول رأيك يا مهدي. رأيي ورأي كل الناس كلاتها. معروف اللي يسيب طاره زي اللي يفرط في عرضه وأرضه وشرفه. اتكلم عن نفسك وبس يا مهدي. واه، والحمى باين على وشك. امال فين العلام اللي بتتكلم عنه؟ ما بالزيادات ما تشعلهاش عاد يا مهدي. انت منينا يا عادل، ومهما تعلمت ولا رحت ولا جيت هتفضل لقمتك من طيننا وهدمتك من ارضنا. بس لو كان اللي اتقتل ده اخوك كنت هتقول كده برضه؟ ها، رد ساكت ليه؟ اصل انا عارف اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار وكبشها. بينا يا رجاله بلا حديد ماسخ. فشلنا يا عادل، فشلنا حتى من قبل ما نبدا. ضروري هنكسب، احنا معانا الحج والعدل ومعانا الرحمه. يا ريتني ما تبحتك، على الاقل صغرت في عين ابويا وعين نفسي وعين اهل البلد. لا يا مهران، صدقني هنكسب. انا عارف الخطوه الجايه هنعمل ايه. هتعمل ايه تاني؟ لا يا مهران، احنا لازم نشارك المركز. المركز؟ ها، عملت ايه؟ خربت لك القعده زي ما انت طلبت يا كبير. تمام، خد دي حلاوتك. خلي يا كبير، من غير حاجه خالص، انا تحت الاوامر. عايزك تخلي بالك على قد ما تقدر، بلا تعليم بلا نيله، واي حاجه تحصل تيجي تقول لي عليها على طول. ما تقلقش يا كبير، انا تحت رهن اشارتك. يلا روح اتكل على الله انت. بالاذن يا كبير. يا فندم، اللي بيطلب الطار بيحفر قبرين، واحد للي هيقتله واحد لنفسه. انتصار التسامح اقوى من انتصار الطار. سيف الطار
بيجرح اللي شايله أول واحد. اللي عايز الطار زي اللي بيشرب السم وعايز عدو يموت. لازم نتحرك يا فندم، لازم نلحق الدنيا قبل ما تخرب. خسارتك عادل في البلد دي، كان نفسي اساعدك بس مش بايدي. يا ريت كل الشباب بتفكر كده زيك. ايه الاخبار في البلد يا حمدان؟ عادل ابن خليفة داير في البلد، عايز يعلم الرجالة والحريم كيف العيال في المدارس، وعايز يلبس الرجالة بناطيل كيف بتوع البندر. ها بكره وبعده يجيب غوازي ببلدنا. ده بيقولوا عايزين يعملوا مستشفى للعيانين ويعملوا مركز شرطة كبير بدل النقطة. يعمل اللي يعملوه، ناس فاضية عاد. المسألة مش سهلة يا سيد الناس، ده شكلهم عايزين يقطعوا عيشنا بالتعليم بتاعهم ده. هيعملوا ايه يعني؟ العالم خطر يا سيد الناس، ولو بقوا كلهم ايد واحدة ده هيبقى خطر كبير علينا. ايه؟ هتقول ايه يا حمدان؟ العلام يدوي القلب واللمة تطرد الخوف اللي جواهم يا كبير. ابو العينين الجربوعي اسمه بس يبدر الخوف في المديرية كلاتها. اللي ما يعرفك يجهلك يا سيد الناس. تقصد ايه يا حمدان؟ اللي ناويين يعملوا قيمة لبلدنا دول لازم يترد عليهم. يترد عليهم؟ ازاي يا حمدان؟ ازاي ده عايزة قاعدة. انت تقول لازم الكيف ينزل بلد تاني، لازم يعيشوا تايهين ومغيبين. بس ازاي نوصل لهم بالسكة دي يا حمدان؟ انت عارف ان البلد دي ما نقدرش نحاربها واصل. اذا كانوا هم بيحاربونا بالعلم وباللم ايد واحدة، احنا نحاربهم بالجهل وبالمخدرات. خلي شبابهم تطوف في وسط الزحمة، يبقى هم مش عارفين نفسهم رايحين فين ولا عايزين ايه. هي السكة دي اللي هنقدر نخش بيها يا سيد الناس. وماله يا حمدان؟ خلي الشباب يفرح له يومين. بقول لك يا مروان. امرك يا كبير. قال بيقولوا كفر فهد هيعملوا مكتبات هيعلموا فيها الكبار والصغيرين. قال الكلام ده صحيح؟ حصل، انا سمعت حاجه زي كده. حماس الشباب عاد. البلد دي صعب ندخلها بالسلاح، اهلا واقفين مع بعض زي سد الخراب. انت تؤمر واحنا ننفذ يا كبير. الحرب ده لها اشكال تانية، وفين الذكي اللي يعرف يحارب من غير ما يرفع سلاح. ازاي يا كبير حرب من غير سلاح؟ الحرب بالفكر، بالمخدرات والشابة، دول زي السم يدخلوا في العروق ببطء ويقتلوا من غير دوشة. بسيطة يا كبير، فلوسهم كتير، خليها تخف شوية. بيقولوا قال الشباب هناك اغلبهم عندهم حلم، عايزين يتعلموا قال عشان يبقوا حاجة، لكن لو عقلهم راح وحلمهم اتقتل البلد دي هتتحول لخراب من غير طلقة واحدة. انا عندي الرجالة جاهزين يا كبير، نرمي السم في وسطهم ومحدش يحس بحاجة، قرشان حشيش طعم ببلاش. عايز العيال الصغار هي اللي تبيع لبعضها، وبعد سنة مش هتلاقي حد يفكر في أحلامه ولا مستقبله ولا حتى علامه يا كبير. كله هيفكر بس في الجرعة اللي جاية يا مروان. يا ابوي على الدماغ يا كبير، هي دي الحرب الحقيقية، نخرب بيوتهم بدون نقطة دم واحدة ولا سلاح.